ثنائي الزمالك يسدل الستار على حلم كهربا في الاتحاد، ووجهة صادمة بعد قرار الأهلي. انقلبت حسابات محمود عبد المنعم كهربا رأساً على عقب خلال أيام قليلة بعدما خرج رسمياً من حسابات أكثر من ناد داخل مصر، لتتحول أحلام العودة الكبيرة إلى مفاجأة غير متوقعة. كهربا الذي أنهى رحلته مؤخراً مع القادسية الكويتي كان قريباً من العودة للدوري المصري عبر بوابة الاتحاد السكندري، خاصة مع تردد اسمه بقوة داخل أروقة زعيم الثغر. لكن الرياح لم تجري بما اشتهى اللاعب بعدما حسم مسؤولو الاتحاد موقفهم بشكل قاطع. إسلام عادل مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أكد أن كهربا خارج الحسابات الفنية للفريق في الفترة الحالية رغم مكانته الكبيرة واسمه اللامع. القرار لم يكن عشوائياً، بل جاء في ظل توجيه البوصلة نحو ثنائي الزمالك ناصر منسي وأحمد حمدي، اللذين أصبحا على رأس قائمة المرشحين لتدعيم صفوف الفريق السكندري خلال الميركاتو الشتوي. وأوضح مدير الكرة أن الاتحاد يبحث عن مهاجم قادر على صناعة الفارق، وأن الخيارات المطروحة حالياً تشمل لاعبين محليين وأجانب، خاصة بعد تدعيم الصفوف مؤخراً بعدة صفقات أبرزها ضم أفشة، ما فتح الباب أمام مزيد من التحركات الطموحة في سوق الانتقالات. وبينما أغلق الاتحاد الباب في وجه كهربا، جاء القرار الثاني الأكثر قسوة من النادي الأهلي الذي رفض عودة اللاعب مرة أخرى إلى القلعة الحمراء، لتغلق بذلك أبرز بوابتين كان يعول عليهما في العودة القوية. وهنا ظهرت المفاجأة الكبرى. كهربا بات على أعتاب تجربة جديدة وغير متوقعة مع فريق كهرباء الإسماعيلية الذي أبدى رغبة جادة في ضمه خلال الميركاتو الشتوي الجاري. اللاعب بدوره لا يمانع العودة إلى الدوري المصري بأي بوابة بحثاً عن بداية جديدة تعيد له البريق المفقود. من نجم يحلم به الكبار إلى لاعب يبحث عن فرصة إنقاذ مسيرته، هكذا تغير مشهد كهربا في أيام معدودة.